حقك عليا. يلا يا شوية تمام. لا حقيقي، ابعدي عني ابعدي عني. خلاص حقك عليا. خلاص يا ابني. والله العظيم انا دلوقتي اما عرفتوا ان احنا اهله بتقول حقك عليا، مش أنا قعدت أقول لكن لك- اطفحوا جاي لنا بواقي الناس. مش انا قعدت اقول لك انت اموره وزي السكر. ما حصلش، بتكذبي كمان، حاجه بصراحه بتكذب. بصراحه ربنا انت شايفه المكان عامل ازاي. فبصراحه يعني انا قلت استاذ عبده ممكن يزعق لنا ولا حاجه لو دخلنا حد لابس لبس غير اللبس اللي لا يا حبيبي، استاذ عبده ليه اللي هيدفع الشيك اللي هيطلب، خلاص كده ده المطلوب. وبعد كده لفظك ساعدك يا بني ادم، مالي الشكل واللبس وقله الادب وغلطكم انتوا اللي انا عايزاهم يترفدوا يا عبده، وطوا صوتكم بس يا جماعة، وطوا صوتكم شوية. عايزاهم يترفدوا عشان يتعلموا الادب. ده انا بنيه غلبانه. ابنية دلوقتي انا غلبانه. بجهز اختي دي والله بجهزها. انا عايز اعرف بقى هم عملوا ايه معاكم بالتفصيل. من على الباب وانتوا اطلعوا داخلين بره. الاستاذه اللي استقبلتكم. اطلعوا بره، انتوا ناس معفنه. وايه لبسكم ده اللي انتوا جايين بيه يزيكوا كده ما تخش الاماكن النظيفه لما دي. المحروس ده نزل لكم المشاريب. ده جايب لنا بواقي الزباين. بواقي انساس كده ميه وبقين شاي كده هو. خلاص يا حاج حقك عليا انا اسف. مطرح طب يلا الناس. يلا يلا تعالوا جنب اختك كده عسل. خدوا بقى بعضكم انتوا الاثنين كده، يلا اتكلوا على الله انتوا مرفوضين. احسن. انا مالي وماله طيب. هو انا دور اجري وراكم ولا يا ايه؟ عبد خلاص يا ابني يا في ابني ايه؟ معلش معلش يا ايه؟ حاجه، معلش يا حاجه. ماشي يا حاجه، بقول لك ايه يا حاج، بص يا يعني ابني. هم بقول يا لك ايه، يعني هم يهزقونا وتيجي تقول معلش يا حاجه. حقك عليا عشان خاطري حقك عليا. غلطه وتعلمنا غلطه وتعلمنا. بص يا عبدو يا ابني، عفى الله عن ما سلف، وربنا ما يجعلنا من قطاعين الارزاق. وهم خدوا درس وهيتعلموا منه وهيبقى كويسين. هقول ايه، دايما قلبك طيب وده اللي موديك في داهيه. ربنا يخليك. خلاص يا ابني روح بقى. دايما كده انت قلبك طيب كده وبضيع حقنا. يا حاجه مش معنى ان انا مشيتهم على البوفيه يبقى انا هقعدهم، لا العيال دي هتمشي بس اروح برضه اصفي لهم واديهم حقهم. يا ابني اسمع، انت ربنا بيرزقك عشانهم. كلام خلصان بالنسبه لي. بقول لك بجهز اخته تعلموا الادب. يقطعوا هو واخته واللي يعرفوهم. انا بقى قفلت معايا، اللي ما يصونش المكان اللي شغال فيه يبقى ما يلزمنيش ولا يشتغل فيه. صح يا عم. على الله علشان خاطر مش ناقصه عبط. يا ابني هو صح. اتعلم، صح. خد درس. معلش يا ابني اللي زي ده مش هيتعلم يابا. سامحه لوجه الله عشان بعد اخته اللي إذنك- بيكلفها. بعد اذنك علشان خاطر هروح اطردهم دلوقتي. اعتبر يا ابني انه مش شغال وانت بتساعده لوجه الله عشان اخته اللي بيكلفها. خلاص يابا سيبها على الله. طب بقول لك يا عبد، انا متهيألي من الموقف ده هما كده خدوا قرصة ودن، متهيألي مش هيكرروها الله تاني. يبارك لك يا حاجه. مش هيكرروها. طب شوفوا بس انتوا هتشربوا ايه وانا هعمل اللي فيه الخير. لا ماشي يا مش هشرب، احنا قلنا لك ادبهم وجازيهم بس خلاص. وهنهم قدامنا. اتهانوا ما فيك الكفايه يا ابني بس لوجه بلاش الله. قطع ليش، خلاص. لوجه الله. طيب ماشي انا اروح اتصرف معاه. ماشي يا حبيبي. خلاص يا ماشي يا حبيبي. الحمد لله. بقول لك يا حاج، يلا بقى نروح بقى يلا بقى عشان عشان الدنيا بقت برد. إحنا كفايتنا والدنيا برد. يلا يا حبيبي. نكمل السهره في البيت. يلا ماشي.